بهدف عز الدين أناحي انتصر منتخب المغرب على بوركينا فاسو في مباراة ودية، حيث استطاعوا السيطرة على مجريات اللعب وإبقاء الكرة بين أقدامهم. تألق لاعب المنتخب المغربي في مختلف المراكز، واستغلوا الفرصة التي أتيحت لهم للتسجيل. وبفضل هذا الفوز تمكن المنتخب المغربي من تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز آمالهم في المنافسة على البطولة، بينما يأتي في حراسة المرمى بونو، يأتي في خط الدفاع مزراوي، حكيمي، سيس، أجر، بينما يأتي في خط الوسط ملاح، مناحي، أمير، ريتشاردسون. خط الهجوم نصيري، سيباري، أبو خنال. كما أنه أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عن خبر سار يسعد الشعب المغربي ويخفف عن ضحايا الزلزال. ونشر عميد الفريق رومان سيس تصريحا على حسابه الرسمي في انستغرام، حيث أعلن أن كل المنح التي سيتلقاها لاعب المنتخب المغربي ستخصص لمساعدة ضحايا زلزال الحوز. وأكد سيس أن هذا القرار سينفذ من الآن وحتى انتهاء كأس إفريقيا ساحل العاج عام 2024. وشمل هذا الإعلان المنح التي ستمنح للمدرب والطاقم التقني وجميع لاعبي المنتخب المغربي الأول. وعد السيس الذي عبر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال في منشوره بعنوان "نتقاسم معكم آلامكم، نحن بجانبكم" بتنفيذ المزيد من المبادرات الإنسانية في المستقبل. وختم تصريحه بالقول: "قلوبنا مع جميع ضحايا هذا الزلزال، فنحن متضامنون معهم". وفاة مساعد المدرب بين الشوطين، والإمارات تضرب كوستاريكا برباعية. تمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره كوستاريكا ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل خلال فترة التوقف الدولي الحالية على ملعب ماكسيمير في كوستاريكا. وسجل أهداف منتخب الإمارات 4 على كل من يحيى الغساني في الدقيقة 16 وأيضا الدقيقة 53، وكانيدو كاريا الدقيقة 28، وعلي سالمين في الدقيقة 38. بينما جاء هدف منتخب كوستاريكا الوحيد عن طريق خوليو كوستانتي في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بفوز الإمارات ب4 أهداف مقابل هدف. وشهدت مباراة كوستاريكا والإمارات اليوم واقعة محزنة بوفاة إريك، مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، بين شوطي المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل. وحرص لاعب المنتخبين على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة على وفاة مساعد مدرب كوستاريكا. ونشر الاتحاد الكوستاريكي بيانا رسميا أكد خلاله أن مساعد مدرب كوستاريكا تعرض لمشكلة صحية أثناء انتقال بعثة المنتخب من مدينة نيوكاسل للعاصمة الكرواتية زغرب، وأثناء توقف بعثة منتخب كوستاريكا عند مدينة أمستردام الهولندية أثناء رحلتها، تقرر بقاء مساعد المدرب من أجل تلقي العلاج بصحبة أحد أعضاء الجهاز الإداري. وتعرض سانتا ماريا لأزمة صحية يوم السبت الماضي، ثم دخل المستشفى الأحد قبل أن تسوء حالته الصحية.